اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين. إلهي والعن أعداءهم من الأولين والآخرين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تأخرت علينا مولانا يا حسين. يلا يا مولانا هيا فقد جاء الميعاد. مولانا حبيبي المدير، لبيك. أنت تطلب من يلعن معاوية، ها أنا يا مولاي. اللهم اجعل لعناتك الدائمة المستديمة بعدد أنفاس خلقك منذ خلقت الخلق إلى يوم القيامة على معاوية وأبيه وولده. اللهم لعن بني أمية قاطبة. ارفعوا النقطة يا مولانا عن شيخنا يا حسين. يا مولانا هتودونا ورا الشمس كده. على إذنكم جميعا سأتشرف بتقديم المولى يا حسين سماحة الشيخ الجليل، حياك الله وبياك، وأسأل الله أن يعينك على النت كما أعانك على القاطع وأتباع القاطع. لك المايك مولاي يا حسين بالصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله الصوت الآن واضح. تحملوني هذه الأيام تأخير مولانا للأسف الشديد. إن شاء الله الصوت واضح الآن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بقدر ما أحاط به علمك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة جميعا. حي الله آساد مصر، حي الله الشيخ حسن شحاتة ولمته الطاهرة من نجباء مصر، حي الله السيد الموسوي ميثم، وحي الله الجميع من الأحبة سنة وشيعة ومن المخالفين عموما. نتواصل معكم ضمن سلسلة الحلقات حول معرفة إمام زماننا عليه السلام في هذه الغرفة المباركة، وبرنامجكم اليوم مواهب الرحمن في معرفة إمام الزمان. ووصل بنا الكلام إلى الرد على من قال أن للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أولادا، أو زعم أن للإمام زوجة. على هذه النقطة من جهة عقلية، وقلنا أن غيبة الإمام لا تخلو إما غيبة الشخص نفسه وإما غيبة العنوان، وعلى كلا التقديرين فإن الزواج من أي امرأة كانت، حتى لو ثبتت أنها طاهرة مطهرة وأنها على درجة عالية من الإيمان، فإن هذا سيؤدي إلى خلاف ما رسمه الله تبارك وتعالى من خطط غيبية في مسألة غيبة الإمام عليه السلام. واحتج القائلون للإمام زوجة وأولاد بدعوى أن الزواج مستحب. الزواج
مستحب، ولكن هنالك واجب أعظم منه، وإذا تزاحم المستحب مستحب. والواجب على إمام زماننا هو أن يبقى حاله سريا لا يطلع عليه أحد، كما في الروايات الشريفة التي سوف نقرأها ونبينها تباعا، من أنه لا يطلع عليه حتى المولى حتى وليه وحتى المولى الذي يليه، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا دعوى استحباب الزواج لا تنفع من يستدل بها على إثبات الزواج. الدعوة الثانية التي تمسك بها القائلون بأن للإمام زوجة وأن للإمام، أن هذه الروايات دالة على أن للإمام المهدي عليه السلام زوجة وذرية، وسوف نأتي إلى هذه الروايات تباعا. أما الرواية الأولى فهي ما نقلها الشيخ الطوسي أعلى الله تعالى مقامه الشريف في غيبته في الصفحة 161 وما بعدها. قال أحمد بن إدريس عن علي بن محمد عن الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن المستنير عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات، ويقول بعضهم قتل، ويقول بعضهم ذهب، حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. أو الرواية هكذا: لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. واستدل من أثبت الأولاد للإمام بهذه الرواية وقال أنه ورد فيها أن للإمام المهدي عليه السلام ولد، بحيث يقول لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره، أو من ولده ولا غيره. وهنا حقيقة لما نطالع هذه الرواية نلاحظ فيها عدة نقاط. النقطة الأولى أن هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها. لماذا؟ لأن هنالك نفس الرواية وبنفس السند المروي في غيبة الطوسي تنص على أنه بدلا من في غيبة الطوسي هنالك رواية في غيبة النعماني على أنه بدلا من كلمة ولد جاءت كلمة ولي، جاءت كلمتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات إلى أن يقول لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره، إلا المولى الذي يلي أمره. وهنا أحبتي عدة نقاط. النقطة الأولى تلاحظون التعارض بين الروايتين، بين الرواية الأولى وبين الرواية الثانية. فالأولى تنص على كلمة الولد، والثانية تنص على كلمة الولي. وحينما تتعارض الروايات ولا وجود لمرجح خارجي ولا داخلي تدعي ذلك إسقاط الاحتجاج بالروايتين لا أقل في هذا المورد، فيسقط الاحتجاج بهذه الرواية على إثبات الولد. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية في هاتين الروايتين، لو لاحظتم أن هذه الرواية المنقولة في الطوسي هي عينها الرواية المنقولة عند النعماني،
غاية الأمر حصل تصحيف. التصحيف ما هو؟ يعني تغيير في كتابة الألفاظ، فبدلا من كتابة الياء لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره، بدلا من ولد. ما الدليل على أن الصحيح الولي وليس الولد؟ الدليل على ذلك عدة أمور. إن شاء الله الصوت واضح الآن. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أحبتي أن غيبة النعماني أسبق زمانا غيبة الطوسي، وإذا كان أسبق كان هو الأصل المعتمد. لماذا؟ لأنه ربما لما نقلت عنه فنرجع إلى السند الأعلى في الرواية، والسند الأعلى في الرواية الذي يلتقي فيه سند الطوسي مع سند النعماني هو أين؟ في عبد الله بن جبل. لاحظوا معي، غيبة النعماني سنده أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا القاسم بن محمد بن حازم من كتره قال حدثنا عبيس بن هاشم عن عبد الله بن جبل عن إبراهيم بن الله عليه عن الصادق. في حين هنا أحمد بن إدريس عن علي بن محمد عن الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبل. فنلاحظ أن السند الأعلى متحقق في الروايتين، فنرجع إلى الأقدم، والأقدم ينص على أنه كلمة ولي. النقطة الثالثة في السند أن السند عند النعماني سند متصل. أحبتي، السند عند النعماني سند متصل، أما السند عند غيبة الطوسي فهو سند مرفوع أو منقطع. لماذا مرفوع أو منقطع؟ لأن الطوسي أول ما قال أحمد بن إدريس، ولما رجعنا إلى أحمد بن إدريس في علم الرجال وجدناه من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، ثقة جليل مؤتمن. وتعرفون كم هو الفاصل الزمني بين من عاصر الإمام العسكري وبين زمان الطوسي، فرق شاسع. يعني هنالك رواة سقطوا بين الشيخ الطوسي وبين من روى عنه وهو أحمد بن إدريس، لأن أحمد بن إدريس من أصحاب العسكري عليه السلام، وكذلك من أساتذة الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف. ونحن نعرف الفاصل الزماني الذي يفوق تقريبا أكثر من 70 إلى 80 عام بين الشيخ الطوسي وبين الكافي أو لصاحب الكافي أعلى الله تعالى مقامه الشريف. في حين أن سند الغيبة متصل، غيبة النعماني يقول أخبر، فالرواية هنا مرفوعة. وعندما تتعارض المرفوعة مع المتصلة فتعرفون في علم الرجال وعلم الحديث وعلم الأصول أن ما كان سنده متصلا يقدم على ما كان سنده منقطعا، فيتبين أن الرواية الواردة عن أهل البيت وردت بلفظين. اللفظ الذي يجب أن نعتقد به هو لفظ الولي. لماذا؟ لأن حتى الطوسي نفسه رواها مرفوعة مرة أخرى مباشرة، قال وروى إبراهيم بن المستنير مرفوعة عن الفضل بن شاذان، يعني هذه قال الفضل بن شاذان، وروى إبراهيم بن إلا المولى الذي يلي أمره. واضح إن شاء الله؟ فإذا من جهة السند نقدم النعماني على رواية الطوسي. الأمر الآخر، لو نأتي نناقش رواية الطوسي بمعزل عن السند ونسلم بها ونقول أنه لا تصحيف ولا تحريف ولا تعارض، أيضا لا تدل على وجود الولد في زمان الغيبة. لماذا؟ لأن هذا الأسلوب هو أسلوب الفرض والتخمين، يعني أسلوب الفرضيات. لاحظوا العبارة ماذا تقول؟ يقول حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير.
لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. يعني الرواية كأنما تقول حتى لو فرضنا أن للمهدي ولدا فإن هذا الولد لا يطلع على سر أبيه. هذا معنى الرواية. وطبعا هذه لو حرف امتناع علما، الامتناع ليس بالضرورة أن يتحقق جواب الشرط مع فعله. يعني يقول لو فرضنا أن للمهدي ولد لما تمكن ذلك الولد من الاطلاع على أمر والده، بدليل الاستثناء الذي جاء بعد ذلك إلا المولى الذي يلي أمره. يعني حتى لو كان عند المهدي أولاد فإن هؤلاء الأولاد لا يطلعون على أمره إلا المولى، يعني الخادم والتابع الذي يلي أمره. شنو يلي أمره؟ يعني يدبر شؤونه، يعين الإمام المهدي عليه السلام في غيبته. لكن القواطع فهموها بالعكس، قالوا يلي أمره يعني الذي يأتي من بعده، وليس هذا القصد. يلي أمره يعني يدبر شؤون الإمام المهدي، يساعده في غيبته، يؤنسه في وحشته. فإذا يتبين من خلال هذه الرواية حتى لو سلمنا بوجود كلمة ولد فإنها لا تدل على وقوع الولد فعلا، وإنما من باب الفرضية. يعني حتى لو كان مع المهدي ولد لم يكن ليطلع على أمر أبيه، لأن هذا الأمر محصور بمن؟ بالمولى الذي يليه. ما الدليل على ذلك؟ الاستثناء والنفي. هذا الأمر يسمى في اللغة العربية بأسلوب الحصر، اللي هو النفي والاستثناء. ماذا يقول؟ لا يطلع على موضعه إلا المولى الذي يلي أمره، فحتى الولد خارج قوس بعد. فيتبين أن هذه الرواية الأولى لا تدل على وجود الولد من قريب ولا من بعيد، ولو فرضنا وجود كلمة الولد فإنها لا تدل على وجود الولد حقيقة، أو لا تدل على من؟ على أن هذا الولد يطلع على سر أبيه. يعني حتى لو فرضنا وجود الولد فإنه لا يطلع على خبر أبيه. الرواية الثانية التي استدل بها من دافع عن نظرية أن للإمام ولدا، ما ورد في الدعاء الشريف للإمام سلام الله عليه، قولهم عليهم السلام: اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته إلى آخر الدعاء. هذا اللفظ ورد مرارا وتكرارا وبطرق متعددة وبألفاظ متعددة أيضا. فمن بين تلك الألفاظ مرة اللهم أعطه في نفسه وفي ولده، مرة وفي ذريته، مرة وفي شيعته، مرة وفي عترته، مرة وفي أمته. وعلى كل التقادير فإن جهة الزمان في هذه الرواية جهة مسكوت عنها. ونحن قلنا البارحة أن الإمام المهدي عندما يريد أن يتزوج لا يخلو من واحد من 4 أزمنة، إما قبل الغيبة الصغرى أو أثناء الغيبة الصغرى أو أثناء الغيبة الكبرى أو بعد الظهور. أما الأزمنة الثلاثة الأولى قبل الصغرى وأثناء الصغرى وأثناء الكبرى فلا دليل على الزواج، ثوابت قضية الإمام المهدي. فإذا قصد هذا الدعاء اللهم أعطه في نفسه وذريته وأولاده المقصود بعد ظهوره، لأن ما دام الزمان مسكوت عنه فلا نستطيع أن نجزم أنه في حال الغيبة يكون عنده أولاد، لكن بإمكاننا أن نرجح أن الأولاد سيكونون في زمان الظهور على اعتبار وجود آثار صحيحة عن الإمام سلام الله عليه أنه يتزوج وأنه عنده ذرية وأن مسكنه مسجد السهل بعد الظهور كما سنقرأ الرواية. أما في حال الغيبة لا يوجد رواية. كذلك الرواية الثالثة التي استدل بها أصحاب هذه النظرية ما ورد في الدعاء الشريف، قولهم عليهم السلام:
والأئمة من ولده ومد في أعمارهم. وطبعا هذه نظير سابقتها أيضا، لعل المقصود بذلك الأولاد في زمن الظهور وليس في زمن الغيبة، ولكن لعل البعض يتشدق بعبارة ومد في أعمارهم، يعني هؤلاء لابد أن يكونوا موجودين حتى يمد في أعمارهم. وهنا هذا أسلوب اللغة العربية جار، والمنطق أيضا جار في هذه المسألة. هنالك جهتان في النظر إلى كل الأشياء، جهة القوة وجهة الفعل. شنو معنى جهة القوة وجهة الفعل؟ أقول زيد من الناس أب وهو لم يتزوج بعد، مرة زيد ما متزوج، وأقول عنه أنه أب بمن؟ بالقوة، يعني بحيث لو تزوج عنده استعداد أن يكون أب. ومرة لا، زيد متزوج وعنده أولاد، فأقول عند زيد أولاد فهو أب. هذه نسميها بالفعل، يعني تحققت فعليا. فهنا لعل المقصود في الرواية أن الإمام من الظهور بالنظر إلى القوة الموجودة عند الإمام من إمكانية أنه صاحب ذرية لو ظهر. كذلك ما ورد في الزيارة الشريفة، زيارة الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يقول في تلك الزيارة صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. فقالوا آل بيتك يعني شنو؟ عند أولاد. طبعا هذه ليس من باب الملازمة، وأستغرب ممن يقول هذا الكلام. آل البيت المقصود بهم هم آباء الإمام سلام الله عليهم، لما ورد في الدليل القرآني والدليل العقلي والدليل الشرعي على أن المقصود بآل البيت هم الأئمة المعصومون سلام الله عليهم، وجدهم رسول الله وأمهم فاطمة. فهنا المقصود ليس أولاد المهدي، وإنما آل البيت الماري ذكرهم وسيرتهم، وهم المعطلة سيرتهم بما ذكره أصحاب التاريخ وبما ذكره العلماء الأعلام. كذلك ما ورد في بحار الأنوار في مزاره، قال السلام على ولاة عهده والأئمة من ولده. طبعا هذه الرواية التي نقلها العلامة في البحار أولا مقطوعة السند، لأنه يقول نقلتها عن الكتاب العتيق الغروي، ولم يشر إلى سندها. ولكن نحن لا نتنازل عن موروث أهل البيت، ونقول أن هذه الرواية مقبولة، ولكن لا تدل على ماذا؟ على أن الأولاد كانوا في زمان الإمام سلام الله عليه في زمان الغيبة، وإنما في زمان الظهور، بدليل كلمة ولاة العهد. وولي العهد لا يتحقق إلا مع حكم صاحب العهد. فهل حكم الإمام المهدي حتى ينصب له ولاة عهد؟ ثم أن ولي العهد لا يكون سابقا لصاحب العهد بل متأخرا عنه، ونحن نعلم ما دام المهدي إلى الآن ما ظاهر، فمن باب أولى نحن لسنا ملزمين بالاعتقاد بولاة عهده، لا بد أن يظهر أولا ثم بعد ذلك نعتقد بماذا؟ بولاة العهد. السلام على ولاة عهده والأئمة من ولده. وطبعا قلنا هذه الكلمة عبارة الأئمة من ولده عبارة شاذة وردت في بعض مرويات أهل البيت، وقد رد عليها الشيخ المفيد في الإرشاد، وقرأنا ذلك في جزما ولا قطعا بأن هنالك ذرية أو هنالك دولة بعد دولة الإمام المهدي، لأن الثابت والصريح والصحيح من أن الأمة سوف تنقلب بها الزمان وتقوم الدنيا بعد 40 يوم من وفاة المهدي، على ما في ذلك التواتر في هذه الروايات. كذلك ما ورد في الدعاء اللهم أعطه في نفسه وذريته. العلامة الحلي عقب على كل من الرواية الأولى السلام على ولاة عهده وعلى الرواية الثانية، قال
أو العلامة صاحب بحار الأنوار قال خلفاؤه في زمانه في أقطار الأرض، يعني ولاة العهد وذرية المهدي هم خلفاء المهدي في زمانه، يعني أي زمان؟ زمان الظهور إلى زمان الغيبة. الرواية السادسة وهي الرواية المهمة والتي وعدنا بها سماحة الشيخ حسن شحاتة أن نتطرق إليها، وهي رواية الجزيرة الخضراء. هذه الرواية التي يعني البعض حاول إثباتها والاعتقاد بها، والبعض حاول نفيها وحاول الاعتراض عليها. هذه الرواية رواية الجزيرة الخضراء، وهنالك رواية شبيهة لها رحمة الله عليه روى في بحاره عن رجل مجهول، وإن شاء الله راح نناقش السند، عن رجل مجهول أنه وجد في الروضة الحيدرية المقدسة رسالة بخط الشيخ الطيبي أعلى الله مقامه الشريف، ناقلا ذلك بسنده عن من؟ عن شيخ يسمى زين الدين علي بن الفاضل المازندراني. هذا السنة يتتلمذ على أيدي السنة في مسألة قراءات القرآن وما شاكل ذلك، وكان مقربا إلى أستاذه السني الحنفي. هذا الأستاذ جاءه هاتف بأن أباه ماذا؟ قد مرض وهو في الأندلس، فقرر السفر إلى بلاد الأندلس، واصطحب معه صاحبنا الشيخ المازندراني إلى منطقة قريبة على البحر، فاعتل ذلك الشيخ الشيعي الفاضل المازندراني. إن شاء الله الصوت واضح. لما اعتل ذلك الشيخ عهد إليه شيخه وأستاذه السني. إخوان الصوت واضح؟ أرى التكست واقف يعني ما أدري. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، عهد إليه أنه إذا شفي أن يأتي إلى دار أبيه ويلتحق به. لما شفي هذا الشيخ من دائه ومن الحمى التي أصابته في اليوم الثالث، قيل له أن هنالك جزر خاصة بالروافض، فلحق بتلك الجزر وتطبب عندهم، ولما طاب من علته ماذا؟ سأل من أين تأتيكم الميرة يعني الطعام؟ قالوا تأتينا من جزيرة أولاد المهدي، تأتينا من جزيرة أولاد المهدي المسمى بالجزيرة الخضراء. قال وكيف الوصول إليها؟ قالوا له انتظر السفن. فجاءت سفن أولاد، وصل إلى مسافة 16 يوم، بعض الروايات تقول 15 يوم، فرأى ماء أبيض محيط بتلك الجزيرة، سفينة من الأعداء تغرق في هذا الماء ولا يعرف قرارها أين. فيها كثير من الأصناف من الفواكه ومن الخضروات، يعني مدينة فاضلة متكاملة فيها أسوار إلى آخره. الرواية طويلة يعني إذا تحبون تطلعون عليها في بحار الأنوار. فسأل من قائد هذه الجزيرة؟ قيل له سيد يدعى شمس الدين، وهو العقب الخامس للإمام المهدي. هذا يعني شوف القاطع أخذ هذه القصة سواها كوبي بيست، لكن ما استطاع أن يصنع له جزيرة. فهذا العقب الخامس علما للإمام المهدي، يعني جده الخامس هو الإمام المهدي عليه السلام، وأنه وكيله الخاص، وأنه لم يرى المهدي ولا سمع عنه، ولكن يجد توقيعات الإمام المهدي موجودة ولا يرى شخصه. وجد شمس الدين كان يرى المهدي ويرى شخصه وهو سفيره الخاص. قابل الإمام المهدي وكان لا يعرفه، والقصة طويلة. ثم بعد ذلك قال له أنه يجب عليك الرجوع ولا تخبر أحدا من الناس بهذه القصة إلا بحدود ما أعلمك به حق الإخبار به،
وأعلمه ببعض المسائل التي يجوز له روايتها من ضمن ما روى لنا هذا الأمر. أما رواية المدائن الخمسة فهي رويت عن ابن الأنباري، ومفاد هذه الرواية أن ابن الأنباري دخل يوم على الخليفة فوجد عنده رجلا مسيحيا، قص له المسيحي قصة شبيهة بهذه القصة، أنه غرقت السفينة أو كذا ووصلوا إلى جزيرة، هذه الجزيرة يحكمها أولاد المهدي عليه السلام، له 5 أولاد كل واحد منهم عنده جزيرة، واحد اسمه الطيب، واحد عنده اسمه القاسم، واحد اسمه كذا إلى آخر التفاصيل. وتقريبا سياق هذه القصتين سياق متقارب ومتشابه. بعض علمائنا قال هذه الرواية صحيحة ودافع عنها كما هذا الرأي رواية، وقال أن هذه الرواية لا تصح وفيها عدة اعتراضات. لذا أحبتي اليوم سوف نتطرق إلى أهم الاعتراضات حول قصة مسألة الجزيرة الخضراء. الاعتراضات تتم من خلال عدة أمور. الأمر الأول الاعتراض على جانب سند تلك الرواية. سند هذه الرواية مجهول. كيف مجهول؟ لأن العلامة الحلي أعلى الله مقامه لما رواها قال لم أجدها في كتاب معتبر، يعني ما لقيتها وين؟ في الكتب المعتبرة ولا في أمهات الأحاديث، لذا أفردها تحت عنوان باب نادر، يعني ما هو متواتر، ما هو كثير، ما هو مشهور، ما هو موجود في كتب المعتبرة. ثم قال أن رجلا واضح وجد في الروضة الحيدرية المباركة تلك القصاصة من الورق بخط الشيخ الطيبي. وهنا لا بد أن نقف وقفة تأمل أحبتي. من هو هذا الرجل الذي وجد تلك الرواية؟ وحيث أن هذا الرجل مجهول فإذن الرواية غير معتبرة، لأن لعل هذا الرجل وضع هذه الرواية، لعل الرجل هو الذي ألف هذه القصة، فإذن لا يمكننا أن نقطع به. قال أن الرجل المقصود به ليس رجلا مجهولا، وإنما هو الشهيد الأول رحمة الله عليه العاملي، لأن التستري يقول رأيتها بسند عن الثقات مروية ومكتوبة بخط الشهيد الأول. المشكلة أين؟ المشكلة لما جئنا لم نجد للسيد أو للشيخ الشهيد الأول أي أمالي، ماكو أمالي للشيخ، ولا يوجد لهذه الرواية ذكر في كتبه، ولذا تظل المسألة بين الاحتمال، يعني لعل هذا الرجل هو الشيخ الشهيد الأول ولعله ليس هو. ثم من هم هؤلاء الثقات الذين نقل عنهم التستري؟ يا حبذا يعطينا أسماءهم. أما مجرد التستري يقول ثقات، هذا ليس منجز في حقنا بل ولا معذر. لا يمكن الاستدلال بقول التستري أن هؤلاء من الثقات وهو لم يذكر أسماءهم أصلا، لأن كثير من العلماء وثق أناسا ثم بعد ذلك ثبت أنهم ليسوا بأهل للوثاقة. هذه النقطة الأولى، أن سند هذه الرواية سند غير معروف. أضف إلى ذلك أن الراوي الذي سافر وخرج ووصل إلى الجزيرة ووصل إلى الأندلس وما إلى ذلك اسمه زين الدين علي بن فاضل المازندراني. لما رجعنا إلى علم الرجال لم نجد له ذكرا، لم يذكروه، في حين أنه الرواية تقول كان حيا في سنة 699 ووقعت له هذه الحادثة
في شهر شوال من سنة 699 من الرجال، وعينه زمن ابن داود صاحب الرجال، وكل من الحلي وابن داود لم يذكروا علي ابن فاضل المازندراني. فلو كان من أهل الثقات، أحسنتم، هجري 699 هجري، فلو كان من أهل الثقة لكان علماء الحل وغيرهم من أصحاب علم الرجال ذكروه، لأنهم كانوا معاصرين معه. وحيث أنهم لم يذكروه يبقى في طور الجهالة. لكن لعل واحد يسأل يقول الرواية تقول عن التقي الورع الإمامي علي بن زين الدين، فكيف نستدل على وثاقة الرجل بروايته؟ لأن هذا يستلزم الدور، والدور باطل، يعني تستلزم هذه المسألة الدور. كيف؟ لأن ثبوت الرواية متوقف على وثاقة الراوي، ووثاقة الراوي متوقفة على من؟ على وجودها داخل الرواية، وهذا ليس بعقل، لا يمكن قبولها. وطبعا أنا قلت لكم هذا الكلام قابل للبحث وقابل للمناقشة، ولا تأخذوه على أنه رأس مال، ولا تأخذوه على أنه كلام قطعي، لأن هذه المسائل مسائل ظنية أحبتي، ما يتوصل إليه الباحث ربما يصيب الواقع وربما لا يصيب الواقع، ولكن لكل متعلقات الرواية. الإشكال الأول أنه من الثابت عند الإمامية من خلال الصحيح من مروياتهم أن الإمام المهدي عليه السلام لا يسكن مثل هذه القصور الفارهة، ولا يسكن مثل تلك الجزر الخضراء، ولا يسكن مثل تلك المناطق البهية. وإن عليه السلام إلى ابن مهزيار ماذا يقول له؟ يا ابن المازيار، عهد إلي ألا أجاور قوما غضب الله عليهم، إلى أن يقول وأمرني، يعني العسكري أمر الحجة، وأمرني ألا أسكن من الجبال إلا وعرها، ومن البلاد إلا عفرها. واضح؟ يعني دائما يميل إلى الشدة في العيش، وإلى العزلة في المعيشة، وإلى ترك تلك المناطق الراقية لو صح التعبير. فما ممكن الإمام يعيش في منطقة خضراء وتارك الشيعة هذه الولايات وهذه الحروب، ثم أنه متزوج وعنده أولاد وعنده ذرية، وهاي الأولاد تصدر لأسبانيا، يعني ما اكتفوا بالجزيرة، لا تصدر إلى أسبانيا الأكل وما شاكل ذلك. فهذه الرواية أيضا فيها إشكال، وفيها أن الروايات تنص على أن المهدي عليه السلام أغلب حالات استقراره في من؟ في طيبة، أي في المدينة. نعم المسكن طيبة وما في 30 من وحشة، كما في الأثر عن رسول الله وعن أهل البيت سلام الله عليهم. نعم المسكن طيبة وما في 30 من وحشة، في حين أن هذه الجزيرة ليست في المدينة المنورة، بل هي مجهولة المكان أصلا. أيضا من ضمن الإشكالات التي لا بد من التطرق إليها أن رواية ابن الأنباري المدائن الخمسة اللي هي شبيهة بقصة الخضراء تدعي أن هنالك 5 أبناء للإمام المهدي، الطيب والقاسم وفلان وفلان إلى آخره، لكن ولا واحد من هؤلاء ادعى أنه رأى أباه. ماكو في الرواية أن هذا الابن رأى أباه، ولا أكو في الرواية أن عند واحد من هؤلاء دليل على أنه ابن الإمام المهدي، فلذا لا يسلم بالرواية، لأنها لم تروى عن معصوم أصلا، وإنما عن هاي الرواية عن مسيحي. رواية المدن ال5 مروية عن مسيحي، فهل نقبل رواية المسيحي؟ قطعا لا، فإذن هي ساقطة. وأما رواية الجزيرة الخضراء فإن سندها متصل برجل مجهول وهو شمس الدين
الذي ادعى أنه ابن الخامس للإمام المهدي، وهذه الدعوة تحتاج إلى دليل، لا يمكن قبولها. يعني كل واحد قال أنا ابن المهدي وحاط له بجزيرة وقلنا هذا هو ابن المهدي، فإذا حتى لو ثبت صحة السند في هذه الرواية لا يمكن قبولها. الإشكال الآخر على هذه الرواية، الإشكال الثالث، أن الأرض الآن تم استكشافها شبرا شبرا، ما بقي مكان في الأرض إلا وشنو تم استكشافه، بل الأقمار الصناعية اليوم استطاعت أن تكشف دبيب النملة، فأين هذه الأقمار الصناعية من مثل تلك الجزيرة الخضراء مضطردة الأنهار والأشجار وفيها ماء أبيض؟ زين، أين هي؟ لكن هذا الإشكال أحبتي ليس بوجيه. لماذا؟ يعني حتى نقول الحق الذي لنا والذي علينا، لماذا ليس بوجيه؟ لأن كثير من المناطق اليوم مجهولة، مثل من؟ أين المنطقة التي يعيش فيها يأجوج ومأجوج؟ والقرآن أخبر عن يأجوج ومأجوج ذي القرنين، إلى اليوم لم يتمكن العلم من الوصول إليه، فلا يمكن الاستدلال بهذا الأمر. ولكن هنالك وجه استدل به المثبتون وقالوا أنه لعل هذه الجزيرة هي مثلث برمودا. قالوا يابا مثلث برمودا هم يلقوا في السفن ويلقوا في الطيارات ويغرقها، وهذا الماء الأبيض أيضا شنو شبيه الماء لهذا المثلث، فلعل هذا المثلث هو ماذا؟ الماء الأبيض التي تحدثت عنه الرواية، لكن الاسم العلمي ما كان موجود. وطبعا هذا الكلام لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن اليوم مثلث برمودا الأقمار الاصطناعية اكتشفته وقالوا أنه تقريبا شمال ولاية فلوريدا في أمريكا، في حين هذا الماء على ما يظهر أنه قريب لأسبانيا، بل البعض من العلماء ممن دافع عنه قال البحر الأبيض المتوسط. والبحر الأبيض المتوسط اليوم كلها الناس تطلع عليه، صارت مثل البصرة عشار، يوميا رايحين رادين، ما حد اطلع على هذه الجزيرة. فإذا هذه النقطة فيها توقف. المسألة الرابعة، في الرواية زعم الراوي على أن الجزيرة محاطة بماء أبيض. هذا الماء الأبيض مجرد ما تجي به السفينة من سفن أعداء أهل البيت تغرق، حسب زعم الخادم الذي أخبر الشيخ علي بن فاضل المازندراني، في حين أن الشيخ المازندراني ما رأى بأم عينيه سفينة تغرق، ولذا هذا احتمال أن هذا الخادم كاذب، يجوز ماء طبيعي بس لونه أبيض، ليس بالضرورة أن يغرق السفن، لأن أكو فرق بين الظن وبين اليقين. هو لم يتيقن بأن هذا الماء شنو حقيقة يغرق السفن، وإنما أخبره الخادم بذلك، والخادم مجهول، وإخبار المجهول ليس بموثوق عندنا. الرابع أن رواية ابن الأنباري، رواية المدائن الخمسة اللي هي شبيه رواية الجزيرة الخضراء، تنص على أن واحد من خلفاء الإمام المهدي أو ابن الإمام المهدي المزعوم جاب لجماعة من المسافرين، بيهم المسيحي وبيهم الناصبي وبيهم المخالف وبيهم الشيعي، وظل يناقشهم نقاش طائفي، وأنتم المفروض كذا وأنتم المفروض كذا، وأنا لازم آخذ أموالكم لأنكم مخالفين لمذهب أهل البيت. وحقيقة هذا الأمر غير مقبول، لأن ما عهدنا ذلك من أهل البيت سلام الله عليهم، أنهم يناقشون هكذا نقاشات، أو أنهم يستولون على أموال الآخرين والمسافرين بدعوى أنهم مخالفون في العقيدة. وإن كان هنالك عندنا قاعدة الاستنقاذ، استنقاذ أموال الذين هم ليسوا على دين الإسلام، ولكن هنالك لها شرائط، يعني ليس على الرواية متعارضة. كيف متعارضة؟ رواية الجزيرة الخضراء يقول لا يطلع على أمر تلك الجزيرة إلا خواص شيعتنا، لا يطلع على تلك الجزيرة إلا خواص شيعتنا، في حين رأينا رواية ابن الأنباري
تنص على أن الذي اطلع على الجزيرة من هو؟ رجل مسيحي ومعه نواصب ومخالفون لأهل البيت، فهذا تعارض، وما دام تعارض نؤدي إلى اطراح تلك القصتين والروايتين. الأمر السادس والمهم جدا أن هذه لا يصدق عليها رواية، لأنها لم تتصل بسند إلى المعصوم، وإنما اتصلت برجل يدعى شمس الدين العقب الخامس للإمام المهدي، وهذا بحد ذاته مجهول. يعني حتى لو صح السند إلى المازندراني لكنه ما قابل الإمام معصوم، ما قابل الإمام المهدي وقال للإمام المهدي ترى هذا ولدي أو هذا العقب الخامس إلي، وإنما قابل المدعي، ثم أن هذا المدعي لم يقدم برهانا ولا دليلا على أنه ابن الإمام. وكذلك الحال مع رواية ابن الأنباري حينما شاهد الطاهر والطيب وعبد الرحمن وفلان وفلان المزعومين أنهم أولاد المهدي، فهو لم يطلع على تصريح من الإمام المهدي عليه السلام بأن هؤلاء أولاده. الأمر السابع أو الثامن، وهذا أشرنا إليه سابقا، أن هذه الرواية تعارض ما ثبت من أن الإمام عليه أن هذه الرواية متعارضة مع الثابت عند السنة والشيعة، وهو حديث رسول الله أن الإمام المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وهنا كلمة الأرض تدل الألف واللام على الجنس، يعني جنس الأرض شنو؟ يملأ ظلما وجورا، في حين هذه الجزيرة لا فيها ظلم ولا فيها جور، بل الرواية تقول أني شائش لا تأكلها الشاة، مدينة خيالية يعني. وهذا هو عين العدل، وهذا هو عين تحقق العدالة، فكيف يقول رسول الله تمتلئ الأرض ظلما وجورا؟ فلا بد أن يكون هنالك ظلم، ولو كان ظلما نسبيا. يعني البعض يقول شنو معناه؟ يعني ما يظل إسلام؟ لا، مو القصد ما يظل إسلام، لكن حتى لو هناك إسلام ولكن هناك ماذا؟ هنالك ظلم معه. يعني أضرب مثال، الآن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل النظرية الإسلامية، لا يوجد فهو مخطئ، وإنما هنالك ظلم. هسا ظلم إما بين الرعية أنفسهم أو بين الحاكم والرعية، لكن إجمالا يوجد ظلم في الجمهورية الإسلامية، والتي هي دولة يحكمها علماء الشيعة والحمد لله. ولذلك عندما يأتي الإمام يخلص الناس من ذلك الظلم. أما جزيرة الخضراء فليس فيها ظلم أصلا، فإذا هذا تنافي بينها وبين رواية الرسول صلى الله عليه وآله من أن الأرض تملأ ظلما وجورا، فيأتي الإمام يملأها قسطا وعدلا. الأمر الآخر أن هذه الرواية من خلال حياكة خيوطها يتبين أن من قصها راو على ما يعبر عنه في علم النقد وعلم الأدب راوي رومانتيك. شنو معنى راوي الرومانتيك؟ هناك مذاهب فلسفية في الرواية، مذهب الكلاسيكي، مذهب الرومانتيكي، المذهب المثالي، المذهب الواقعي. فهذا الراوي رومانتيكي. الرومانتيكي شنو معنى؟ يعني يتخيل حالات مثالية لها واقع مستقبلي لكن يجعلها في عالم رومانتيكي. يعني هذا العالم الذي تدرسه في الجزيرة الخضراء هو عينه عالم الظهور. لما يظهر الإمام المهدي هنالك روايات تقول أن الشاة تمرح قرب الذئب، لكن اقتبس هذا الراوي حالة ظهور الإمام المهدي وضعها وين؟ في تلك الجزيرة الخضراء، وإلا واقعا لا يوجد هكذا جزيرة. فإذا الرواية هي من حياكة بعض الناس. هسا من الذي حاكها الله أعلم، ولكن هل لها واقع؟ أنا أستبعد وقوع مثل هذه الحالات. الأمر 11 في هذه الراوي في جزيرته الخضراء لا يتناسب مبادئ الإسلام العامة،
ولا يتناسب وشخصية الإمام المهدي عليه السلام. كيف؟ أما المبادئ العامة فمن أهم مبادئ الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صح له خطأ إخواني؟ ومن لم يهتم بشؤون المسلمين فليس منهم. في حين رأينا أولاد المهدي قاعدين في جزيرة خضراء متمتعين مستقرين آمنين وادعين، عندهم ماء أبيض ما يخلي الناس تجي لهم، والشيعة في ضنك المحول. فما معقولة يعني هؤلاء أولاد الإمام المهدي، وما معقولة أن الإمام المهدي يرضى بتلك العيشة ويترك ماذا؟ أنه شيعته ومحبيه في هذه الأذية التي يعيشون فيها. وأن هذه الدولة التي صورها ذلك الراوي دولة لا تتناسب وشخصية الإمام المهدي. كيف؟ يعني تصور راح يكون التطور بها. المفروض الجزيرة الخضراء متطورة لو ما متطورة، قطعا راح تصير متطورة. عن زماننا هذا يتحدث عن وسائل جدا بدائية، يتحدث عن حضارة قليلة، سفن قديمة شراعية، يتحدث عن من؟ عن حمامات تأخذ ماءها من الأنهار، يتحدث عن انعدام الحضارة، عن انعدام الزراعة، عن انعدام التجارة، عن انعدام كل مبادئ ومقومات المجتمع المدني لو صح التعبير. وكل هذا لا يتناسب والإمام المهدي، لأن الإمام المهدي صاحب علم وصاحب تدبير، فالمفروض تكون الدولة التي تحتوي الجزيرة الخضراء على حد الرواية تكون متطورة أيما تطور. الأمر الثاني عشر أن هذا المدعو شمس الدين خليفة الإمام المهدي الخامس رجل دكتاتوري لو صح التعبير، بحيث لا يتيح الفرصة لأي واحد أن يتدخل في سلطانه، وإنما هو المهيمن على ذلك. وهذا خلاف مبادئ الإسلام، اللي أهم مبادئ الإسلام مبدأ الشورى. فلم ترد الرواية على أن هذا الرجل شاور واحدا من أتباعه أو من المقربين إليه، وإنما كان رجلا مستبدا بالسلطة. الأمر الثالث عشر أن الرواية ركزت على الجانب العبادي لهذه الجزيرة، ولم تذكر أي جانب اجتماعي ولا جانب عملي ولا جانب يعني معاملاتي، وإنما كل المسألة مسألة عبادة. وقطعا أن الدين ليس ماذا؟ عبادة. لذلك رسول الله يقول إنما الدين المعاملة الإمام المهدي، من أنه لا وكالة خاصة بعد وفاة السفير الرابع. في حين رأينا هذا المدعو شمس الدين شدعة، ادعى أنه سفير خاص، أنا الوكيل الخاص للمهدي، وهذه الدعوة يحتاج معها إلى دليل. وقلنا أن من ادعى المشاهدة بمعنى السفارة فهو كذاب، فإذا لا يمكن قبول قول شمس الدين أنني ماذا؟ سفير للإمام المهدي، حتى لو ثبت أنه ابن المهدي، لكن لا يمكن قبول أنه سفير خاص. أنا قلت لكم القاطع سوى كوبي بيست على هذه النسخة، هم ابن خامس، هم سفير خاص، هم ما أدري إيش، ولكن غاية الأمر ما حصل له جزيرة خضراء، لأن الهوير والشبايش نشفت. هم لو ما نشفت خلاله سواله شباشة هناك وحطاله جزيرة وقال أنا أبويا صاحب الجزيرة الخضراء، بهور الحمار، بهور الفهود، بهور الشبايش، أقرب منطقة إلى الهوير، هوير السادة المسمى بمن؟ بخمويسة. أضف إلى ذلك أن هذه الرواية تتعارض مع الخبر الصحيح الوارد في غيبة الطوسي، والذي صححه جل العلماء أولهم صاحب النجم الثاقب، ما رواه الشيخ الطوسي عن الإمام الرضا عليه السلام حينما دخل عليه الحسن بن علي بن الخزار وقال سألت الإمام الرضا قلت له أنت إمام؟ قال نعم. فقال له إني سمعت جدك جعفر بن محمد عليهما السلام يقول لا يكون الإمام إلا وله عقب. فقال الإمام الرضا أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟
ليس هكذا قال جعفر عليه السلام، إنما قال جعفر عليه السلام: لا يكون الإمام إلا فإنه لا عقب له. وهذه الرواية صحيحة تنص على أن الذي يخرج عليه الإمام الحسين هو منه؟ هو الإمام المهدي. لا عقب له شنو بعد؟ واضح أن ما عنده أولاد، لا أقل في زمان الغيبة. أما في زمان الظهور قلنا عنده أولاد بدليل أنه ينزل في مسجد السهلة هو وعياله. فقال الراوي: صدقت، جعلت فداك، هكذا سمعت جدك يقول. ولذلك يعني هناك وجوه بعد اعتراضات كثيرة حتى لا نطول على الأحبة. ولذلك قال صاحب النجم الثاقب أن هذه الروايات التي ذكرها من أن للمهدي ولد كلها تتعارض مع الخبر الصحيح الذي نقله الطوسي، وكلها لا تصمد أمام هذا الخبر الصحيح، لأن كل تلك الروايات لم تصح سندا، وإن تكاثرت فإنها تطرح بسند واحد صحيح. الأمر الآخر الذي به أختم إن شاء الله تبارك وتعالى هي مسألة صحة خبر الجزيرة الخضراء. لو فرضنا صحته، هذا الخبر خبر آحاد أحبتي، وخبر الآحاد لا يعطي يقين، وإنما يعطينا الظن، والظن لا يكشف عن الواقع. نعم في باب الفقه هناك حجية يسمونها حجية إخبار الثقة الواحد، هذه في لا يكشف الواقع، لا يؤسس عليه عقيدة. فما أستطيع أنا أجي أقول أن للمهدي ولد ويجب الاعتقاد بذلك، وأنه يجب متابعة شيعيا ولم يتابعه فهو في جهنم خالد فيها أبدا، واستنسخوا هاي النسخة 12 نسخة ووزعوها وترجموها. فكل هذا لا يقع. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاستدلال عليه من بخبر واحد وإن كان رواته ثقات. إخوان الصوت واضح إن شاء الله. النقطة الأخيرة التي أريد أن أختم بها الجزيرة الخضراء. حتى لو صح عموما أن للمهدي ولد، لو فرضنا صحة أن للمهدي ولد، من يأتي يقول أنا ابن المهدي عليه بالبينة، وقلنا أن البينة ممتنعة في معرفة أنه ابن المهدي. ليش؟ لسببين ذكرناهم أمس. لأن المهدي غائب، وغيابه وغيبته فيها عنوانان: أما غياب الشخص يعني لا يرى، وقلنا الزواج في هذه المسألة ممتنع قطعا، وإما غياب العنوان يعني يرى ولا يعرف شخصه. فالمهدي حتى لو تزوج ستبقى زوجته تجهل اسمه الحقيقي، ويبقى أولاده يجهلون اسم أبيهم الحقيقي، كما حدث مع القاسم بن موسى بن جعفر عليه السلام طوالة عمر كامل ما أخبر زوجته أنه ابن موسى بن جعفر إلى حين الوفاة. فهذا يسمونه خفاء عنوان. فمن المهدي أحسنتم، حتى لو ابن المهدي نحن لسنا ملزمين، لأن كثير من أولاد الأئمة انحرفوا، وهذا أحد الإشكالات اللي بيناها أمس. يعني ما حال المهدي لو كان ابنه منحرفا؟ ألا يدل عليه أو لا؟ رأسا يخابر الكونغرس ويخابر البنتاغون: ألو أنتم تدورون على الإمام المهدي، هذا الإمام المهدي أبوي، تعالوا ألقوا القبض عليه. وارد هذا الشيء لو مو وارد؟ وهذا خلاف السرية التامة في غيبة الإمام المهدي عليه السلام. أنا أعتذر أحبتي، أخذنا دقيقتين زيادة عن الوقت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لكم الماك أحبتي ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.